بس يا سيدي، فهم قالوا لي بقى ايه، خد بالك والف محاذير، واوعى 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 تعمل في حاجه شغل وحاجه تقيله جدا مع جهه سياديه في دوله جميله جدا وكل حاجه. قالوا لي بس خد بالك وانت بتعمل شغل اوعى تعمل كده، وخليك محافظ جدا وما تعملش وما تسويش. انا عندي بقى حاجه مهمه جدا بسميها ايه، عزه النفس الاحترافيه، اللي هو البروفيشنال برايد. يعني انا هعمل الصح يا جماعه، هو الناس جايبيني مخصوص عشان اعمل حاجه بجوده معينه، وعلى فكره عملناها طول مره، كل مره في حياتي كان عندنا شغل مع جهات رسميه وجهات كبيره وكل حاجه، وقلنا مش هنلعب الا صح. حتى لو الناس بيقول لك لا فوت، طبيعي مش هربط الحمار مطرح ما يقول صاحبي. فدخلت قلت، سمعت كل كلامهم بكل قوه وكل حاجه، ودخلت قلت بسم الله كده. وعلى فكره مش هتندفع ومش هيندى بقى، انت بتقيس الموقف وكل حاجه وبعدين بتعقلها وتتوكل. وبدات سنه سنه. عايز اقول لكم بعد نص ساعه الحمد لله امبارح بدات اعمل حاجات بتاعتي انا، ولقيت الفيدباك زي الفل. بدانا نكبر في الحاجات، دخلنا في حاجات مهمه جدا الحمد لله، حاجه ورا الثانيه. تألقوا الناس كلهم، انطلقوا وطلعوا احسن ما عندهم النهارده الحمد لله. في نهايه اليوم التاني يقول لك يعني ما شفناش زي كده، واكتر حاجه استفدنا منها والخبرات والتجارب واللي عملناها مع بعض، لا ده احسن حاجه في الدنيا اند سو. والناس جميله بقى اللي هم ادوني كل التحذيرات في الاول، جايين بيقولوا لي انت اول واحد يعمل. طب عدت بجد؟ اه والله عدت. لو انت عارف ان انت عندك الصح وعارف ان عندك المهاره والخبره وبتعملها بذمه واحترافيه وده شغلك الاساسي، اوعى تربط الحمار مطرح ما يقول صح. لان لما الدنيا تبوظ وتخرب هيقول لك في الاخر اه انت ضيعتني، هينسى ان هو قال لك ما تعملش وما تسويش. انت جايبني عشان اعمل حاجه